مش راضي يخرج، الجمل مش راضي يخرج بره المسجد، بيرجع وحده. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. جمل وداه مسجد تاني طار لوحده، محدش كان شايله، وراح جاي المسجد ده صلينا عليه هنا ومش راضي يطلع بره المسجد. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. طبعا شفتم الفيديو، دي جنازة راجل مات امبارح في مركز من مراكز بني سويف. المهم بعد ما انتهوا من الصلاة عليه طبعا عايزين يخرجوا بالجنازة بره المسجد. قال ايه الميت اللي هو ميت، واخدين بالكم، الميت اللي هو ميت رفض يخرج بره الجنازة. فالناس اللي موجودين هللوا وزغرطوا بان دي كرامة وده ولي من اولياء الله. وطبعا هذا الرجل ده طلع بقى ولي من اولياء الله، نعمل ايه؟ نبنوله قبر ومقام، وأصبح الفلان الفلاني ده ولي من أولياء الله. يا شيخ، هل الكلام ده صحيح؟ هل ممكن واحد ميت يتحرك شمال ولا يمين زي ما احنا بنسمع اللي جنازة وهي ماشت وقفت عنده قدام البيت عشان تسلم على أهل البيت، أو مش عارف جنازة عملت إيه؟ طبعا كل الكلام ده كلام باطل غير الصحيح ومن الخرافات. في المسجد اللي عملوا الكلام دوت الناس اللي هم شايلين الجنازة. طبعا الناس اللي شايلين الجنازة دولت ناس ما عندهمش ذرة من ضمير ولا دين ولا أخلاق، لأن هم اللي عملوا الكلام دوت. طبعا كان في المسجد في ناس معارضين لهذا الكلام ونهوهم وقالوا لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، اللي انتوا بتعملوه ده حرام. ردوا عليهم قالوا له لا، اصل الراجل ده كان صياد وكان كريم وكان جواد وكان بينفق على الفقراء ايا ما يكون، ولكن اللي حصل ده هذا من اكبر الكبائر، هذا حرام لا يجوز. هؤلاء المجموعة اللي افتعلت هذه الاشياء وعملته، هؤلاء سيحاسبون أمام الله عز وجل حساب شديد، لأنهم يكذبون على الناس. دولت هم اللي ما حركوش، هم اللي حركوا الجنازة، هم اللي راحوا بره باب المسجد ودخلوا تاني. أما الجنازة أمرها انتهت، مات. هذا الشخص ميت ليس له أي حياة في الدنيا وليس له أي كرامة في الدنيا، كرامته اللي ربنا يرحمه. ولكن إنسان مات له كرامة، هذا كلام غير صحيح. لو كان في كرامات بتحدث وكلام من ده كان يبقى الأفضل من الصحابة يبقى لهم كرامات، وإحنا وصلت لنا الكرامات دي. أبو بكر الصديق مات ما سمعناش له كرامة، عمر بن الخطاب مات ما سمعناش له كرامة، أفاضل الصحابة ماتوا ما سمعناش لهم اللي حصلت له كرامة والقبر وقف والكلام الفارغ دوت. يا إخوانا خلوا دماغكم دي شغالة، ولكن اللي حصل ده كلام فارغ. عمدة البلد قال هذا الكلام كذب وهذا الكلام مش صحيح، وقلنا لهم انتوا بتفتروا على الله الكذب وسوف يحاسبكم الله ونحن نتبرأ مما فعلتم. خلاصة الكلام اللي هؤلاء الناس للأسف ربنا هيحاسبهم حساب شديد، هم اللي افتعلوا وفي الآخر عملوا لهذا الرجل مقام وأصبح سيدي فلان الصياد. وبعد كده الناس اللي جاية بعدينا بقى بعد كده أحفادنا بعد كده اللي يطلع بقى يقول لك ده الولي فلان وكان له كرامة الفلانية وهكذا.
نتقي الله عز وجل ونعلم أن هذه ما يحدث في الجنازات من الخرافات. ما فيش جنازة الميت بتاعها بيعمل كذا ويقف في الحتة الفلانية، والميت رفض يدخل المسجد، والميت رفض يخرج من المسجد. كل الكلام ده باطل. اللي بيعمل هذه الأشياء هم اللي حملون أو الذين يحملون الجنازة، هم الذين يفعلون هذا الدجل وهذه الخرافات على الناس. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.